ايه الستبس اللي انا ممكن اكون باخدها علشان استوب الايموشن ايتنج؟ اول حاجه identify your emotion, give it a name. حلو. انا محبطه، انا غضبانه، انا زهقانه، ايا كان give it a name. لما يتحط قدامك كده وعنده اسم هيقلل من حده المشاعر اللي انت حاساها دلوقتي. حلو. بعد كده اربطيها بموقف. ايه الموقف اللي حصل خلاني احس بكده؟ اتخانقت في الشغل، او عندي مشكله في الشغل، او اتخانقت مع حد صاحبي، او افتكرت حاجه مؤلمه. اربطي الموقف بالمشاعر اللي انت حاساها دلوقتي دي، اللي هي اوريدي عندها اسم. اوكي. بعد كده شوفي افكارك حواليها ايه. انت حاسه بايه؟ افكارك انت في ايه الافكار السلبيه اللي انت حاسه بيها، اللي انت بتفكري فيها دلوقتي، وهديها، هدي نفسك. بعد كده ابتدي عبري عن مشاعرك، خرجيها، كلمي حد بتحبي تكلمي معاه، اكتبيها. جورنالينج وكتابة مشاعرنا is very important. ان انا اطلع اللي انا حاساه ده قدامي على الورقة وابص عليه من بره، بيساعد قوي ان انا اعرف. بقرا كتاب في الموضوع ده على فكرة ان انا مهم قوي ان انا اكتب جداً مشاعري واشوفها من بره. من بره ده بيساعدك قوي انك تعرفي تتعاملي معاها. اعملي خرجي في حاجة انت بتحبيها، انزلي امشي، اعملي كلاس يوجا لو انت بتحبي اليوجا. يعني ما تطلعيش كل طاقتك في الاكل، دوري على حاجة انت بتحبيها، فخرجي مشاعرك دي، عبري عنها وخرجيها. وذر بقى مكالمة تليفون، كتابة، رياضة، مشي، رسم، لو بترسمي لوني، اي حاجة كده. اهم حاجة انه ما تبقيش قاسية على نفسك. self compassion is very important. ما تبقيش قاسية على نفسك. احنا بنجلد ذاتنا مش بس يس المشاعر is normal. المشاعر موجودة وطبيعية ومن حقنا نحس بيها، فدي حاجة طبيعية. ما تتضايقيش ان انتي حاسة بالاحساس ده. خلي فيه self compassion. ما خليكي طبطبي على نفسك. بالظبط، طبطبي على نفسك، خليكي حنينة على نفسك، ما تجلديش نفسك. حلو قوي. اخر حاجة، لو انا محتاجة مساعدة هدور على مساعدة من حد متخصص. لو الموضوع فعلا انا مش عارفة اعمل كل ده ومحتاجة مساعدة، مش غلط ان انا ادور على مساعدة. هل الايموشنال ايتنج ممكن يبقى مرتبط بوقت معين؟ انا في اليوم عايزة احس ان انا مثلا مرتاحة مثلا بالليل بعد ما خلصت يوم طويل وشاق، هل ممكن تبقى ايموشن ايتنج مرتبط باوقات معينه في يومي؟ طبعا. لما العيال تنام، لما اخلص شغلي، لما مش عارف ايه، عايزه وقت لنفسي. فده بيبقى جزء منه في توقيتات معينه ببقى انا عارفه ان انا مش باكل لمجرد ان انا عايزه اكل. ساعتها دي بنسميها ستيمولس. في حاجه بتخليني تتريجر الموضوع. فلازم افهمه، لازم اعرف ان انا الوقت اللي روحت فيه، او اليوم اللي كان عامل كذا، او الوقت اللي انا فيه لوحدي في البيت مثلا، لازم اعرف ايه اللي عمل التريجر ده. ايه اهمية ان انا اعمل توعية للناس بفكرة الايموشنال ايتنج؟ ما هو في الاخر الناس كلها بتيجي تقول انا متضايق. ما هي اللوب بتاعت ان انا باكل واحس بالذنب، باكل واحس بالذنب. ما انتي مهم تفهمي انتي ليه بيحصل لك كده، عشان ما افضلش في اللوب دي. ما هي اللوب دي مؤلمة. emotional eating و mindful eating، هل هما الاتنين connected؟ when I'm mindful I will not eat emotionally. لما انا ابقى عارفة افكر صح، لما ابقى مركزة في اللي انا بعمله، عارفة انا باكل ليه. اوكي. مش باكل وخلاص. لما جزء مهم قوي من المايندفul eating ان انا استمتع بالاكل اللي انا باكله. اوكي. مش ازلطه. حلو. ايه ده؟ اندغي واستمتعي وحسي بطعم الحاجة. لما تاكلي بالطريقة دي you'll be satisfied، فهتعرفي توقفي. versus لو انتي بتزلطي الاكل، انتي مش بتستطعميه، فمش هتوقفي غير لما بطنك توجعك. انا بشوف حالات كتير كده، اللي هو انا باكل، انا جعانه، انا باكل، وبعدين فجاه هو اوريدي اكل اكتر من طاقته. طب ليه؟ eating mindfully بيعالج ان انا ما اكلش emotionally.
ازاي فرق ما بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي؟ لما جوع فجأة وعايزة أكل حاجة معينة دلوقتي، حاجة بعينها دلوقتي وجات لي فجأة ومش بشبع، مش بوقف، ده emotional. الجوع الحقيقي بيجي gradually. أنا ابتديت أجوع، أنا جعانة قوي في levels، وممكن أكل أي حاجة، ما أنا جعانة أي حاجة، أو ممكن كذا أو كذا أو كذا، فأنا عايزة أكل وبعرف أوقف لما أشبع، لأن أنا سامعة جسمي. الجوع الحقيقي هو أنا سامعة جسمي بيقولي إن هو جعان، في physical symptoms، أنا جعانة، فهعرف أوقف لما أشبع. الايموشنال ايتينج ما بوقفش، لأن أنا أصلا مش سامعة جسمي، أنا مش جسمي اللي قال لي كولي، أنا عقلي اللي قال لي كولي. فالايموشنال ايتينج you're disconnected from your body. انت عقلك اللي عمل لك الفيلم ده كله وقال لك هتاكلي كذا، انا عايزه اكل كذا دلوقتي، ده جاي من مخك مش جاي من جسمك، فيور disconnected. بس الجوع الحقيقي انا عارفه اوقف امتى، وعارفه ان انا شبعت. حاجه مهمه، الايموشنال ايتينج دايما بيجي بعديه احساس بالذنب، انا ليه عملت كده؟ صح. الجوع الحقيقي لا، انا اكلت وشبعت ووقفت وخلاص. فهنا في connection وهنا في disconnection. فاحنا we need to go back و reconnect مع أجسامنا. صح.